لا هذاك راه مسكين عشان هو الهيدروجين الاخضر اخوان تحياتي لكم، ياسر انا مضطر اخويا، تحياتي كالتشر لكم. العز لك العزيز، شكرا، الله الله يحفظك يحفظك. حبيبي، الله انا يعزك، الله ثانك يو يحفظك فيري حبيبي. ماتش، ثانك يو، انا نقول لك شكرا واحد القضيه بزاف. تضحك. انت واحد القضيه ما واحد القضيه ما رديتوليهاش البال نتوما. اللي هي لا فاش مشى للطاليان ولا دابا في هاد القضيه ديال الالمان وديال هذا، هما كيقولوا الالمان ما عرفتش مشاو في المانيا ولا في تركيا، ما عرفناش حنا فين كاين، الله يعاونو فين ما كان. شوف علاش حطوهم في اللائحه الرماديه معلم؟ علاش حطوهم في اللائحه الرماديه؟ قفخاش لان الفلوس ما كايناش، العمله الصعبه ما كايناش. وكيقول معلم المستثمرين والشركات ما تستثمروش، ما تشريو معاهم، ما تبيعوا، راه هاد الناس صافي راه سلام. لان ضاربين فايت. شوف شي الميكرو محلول ما كنسمعش، كيجي شويه الصداع. الناس راه دايره فايت، الناس ماشي غير دايره فايت، يعني الاستثمارات ما يدخلوش لديك الجزائر، الشركات جمعوا طوا. شتي فاش مشى للطاليان؟ سمعتي انت ديك ديال الطاليان قالت لي غنصيفطوا لكم الشركات؟ سمعتي دابا جاو شي شركات عندهم من الطاليان؟ ما كاين قالوا هي والو، ما كتهضر كاين على حتى شي الطاقه، حاجه. ما الطاقه، قالت لي الطاقه، كتكلمي على الطاقه، هي كتكلم لي على الطاقه، على الغاز، خصو يبيعوا ليها برخص، لان داخل ديك الساعه الغاز ديال ميريكان لا غد لي صناو مع ميريكان وجابتو باش يرخص ليها باش ما ينافسوش الغاز ديال ميريكان، وشرات ليه السلك مع روسيا. قالت لي كنشكرك لانك حيدتينا داك المشكل اللي كانت عندنا مع روسيا وفكيتينا من الغاز الروسي، وبدا هو كيصفر ويخضر، ما عرفتش باش تبلع كاع. والعدو العدوان الروسي على اوكرانيا، وانت دابا كتقال لك هاد الهضره على صاحبك، زعما اللي كتقولي انت العالم كله كيبغيك. حيت هو راه شان روسيا مع الطاليان، فاش روسيا سدات راه هو دار الحصار على روسيا بحال اوروبا. غدر في روسيا، ماشي دار الحصار على روسيا، هو غدر في روسيا. شتي شنو خرج ليهم في التصفيقات الاباء الروسيه؟ ماشي شو غير اليوم شنو خرج في الاباء لا الروسيه؟ وكيتهموا الجزائر ديريكت بان السفاره ديالها هي اللي كتمول الارهاب عن طريق اوكرانيا في الساحل. وهو واش دارت لي روسيا هاد الايامات؟ روسيا مشات تسنى اتفاقيه ديال الدفاع مشترك مع دول الساحل. ماذا يعني هذا معلم؟ عرفتي اش كيعني هذا؟ يعني الحصار. ماشي غير الحصار، حيت بوتين راه توقف مع ترامب دابا على الخدمه اللي كدار. هذا كيعني ان الطياره دابا ديال ماري الدرونات يبداو يدخلوا حتى الجزائر العاصمه وما تقدرش تضربهم، حيت روسيا غادي تفرض على الجزائر ممنوع تستعمل السلاح الروسي ديالها ضد الحلفاء ديالها اللي عندهم دفاع مشترك معها. اذا على سلامه الجزائر دابا داك السلاح اللي عندهم ماشي دابا يعني الا يقدر المغرب، يعني يقدر المغرب يدخل الاجواء عنوه على الجزائر. لا المغرب ما غاديش يدير، المغرب ما عندهم يدير في الاجواء ديال الجزائر، المغرب كيضرب غير من تحت الدف، المغرب خدام خدمه اخرى مع الروس ومع الامريكان ومع هذا هو. والناس اللي كتهضرش تقبيلات، واحد الاخ كيتكلم وقال لك اودي راه دابا غادي يتغير النظام في الجزائر. انت كتظن دابا كاين شي حد اللي باغي النظام في الجزائر يتغير ياسر؟ ما نظنش. الله يرضي عليك. ميريكان علاش كتلعب دابا؟ انا واحد منهم. ميريكان، لا حنا نهضروا على ميريكان، ميريكان راه ما باغاش النظام يتغير، غتسولني وتقول لي علاش. ماشي تصلح، خصو يبقى هكاك، خصو يبقى هكاك. دابا المصالح اللي عند ميريكان مع المغرب، المشروع الاطلسي ولا الانبوب ديال الغاز اللي جاي من الفوق، شنو هو الاساس ديالو؟ ان هاد لافريكا تكون عندها بوابه وحده، من ميريكان غتحاصر اوروبا وهي البوابه ديال المغرب. علاش دابا ميريكان هي وروسيا راه اتفقوا كيسدوا على اوروبا والطريق غادي يدوز من المغرب، ياك؟ هاد الاتفاقيات دابا اللي كيديروا مزيان. الجزائر الا تصلحات يعني انك فتحتي باب اخر جهه افريقيا، وهذاك الشيء ماشي في مصلحه ميريكان. ميريكان ما في مصلحتها لا الجزائر تريكل ولا ليبيا تريكل، بوابه وحده اللي تبقى تما حاكمه لا زون هي المغرب. والجزائر خص يبقى هذا النظام في هذه العزله ديالو وفي هذه المشاكل ديالو، باش عمرو ما يكون بوابه مثلا الاوروبيين اللي يجيو يزاحموا ميريكان، لان اوروبا راه ميريكان صافي راه بدات كتقطع معها الخيوط. واش فهمتيني ولا؟ نعم. فبالنسبه لميريكان المصالح ديالها كلها مجموعه عن طريق بوابه وحده، هذاك الميناء ديال الداخله، ياك؟ المشروع الاطلسي ديال دول الساحل والخيرات ديالهم وهذا، والحصار ديال الاوروب من تحت في المستعمرات السابقه ديالها اللي ما كانش كتقيس. وإلا جيتي تريقل نتا شي نظام اخر في الشمال الافريقي بحال الجزائر وتردو نظام مزيان، او بحال ليبيا براسها، ياك؟
هذاك يعني انك فتحتي بوابه خريجيه لافريك اللي تقدر ديك الساعه تجي اوروبا حتى هي وتنزل لك تماك، وتجي لك شي قوى اخرى عاوتاني وتنزل تماك. واش فهمتيني ولا لا؟ نعم. هادشي غادي يضرب المصالح ديال الامريكان اللي خدام عليها مده. اذا شنو الفكره؟ الامريكان فاش كتجي بعدا كتريقل معاهم الامور وكتهضر معاهم وتجيب لهم دوك جوج شركات، اول ميساج كتصيفطوا للروس لبوتين كتقولي شتي هادو اللي كتصحابهم صحابك راه قادرين نديروهم في الجيب حنا، كتحرقهم بعدا. هادي واحد باش يبقاو ديما ديك العزله. وثاني حاجه ترامب وبوتين فاهمين بان الجزائر الجميله ديالو في السلاح ماشي في الاقتصاد. واش فهمتيني ولا لا؟ والهدف شنو هو؟ غادي نحاصروا الاوروب حنا بجوج، ولكن ديك الجزائر خصها تبقى بهذا الشكل اللي هي فيه، بهذا النظام، بهذا العزله، بهذا الاغلاق اللي هذا، وغادي يخليو هذه هي خدمتها هكا صافي. هذا هو الدور ديالها اللي مازال ليها. واش فهمتيني ولا لا؟ وهذه القضيه ديال اللائحه الرماديه اللي تحطات فيها، تحطات على اساس انها عندها تبييض الاموال والدعم ديال الكباب. شنو الميساج اللي منه للشركات الكبار في العالم كله؟ ما تديو الاستثمار لديك البلاد، سدينا. يعني هاد البلاد هادي اللي كتعتمد على الغاز والبترول تبقى تعتمد على الغاز والبترول تاعهم. الله نزلوا الاثمنه راهم عايشين في القحط، طلعوا الاثمنه يقدروا يسردوا البنوات ويشريوا الطوبيسات ويشريوا هذا وداك التخربيق ديال الهيدروجين الاخضر. دابا ما غيجيش شي انفجار زعما شعبي في الجزائر؟ يعني البنوات ما كاينينش، الصندالة الصباط ممنوع من الاستيراد، الصباطه. لا ما غاديش يجي انفجار، لانه هو شعب عاش حياته كلها خاني. هذاك ماشي شعب ديال الانفجار. عرفتي فوقاش الانفجار غادي يولي عنده؟ وهادشي اللي فاهم العسكر دابا هما فاش ما كيستوردوش البنوات وما كيستوردوا ليهمش الطوموبيلات وما كيستوردوش داكشي ديال الرفاهيه. علاش ما كيستوردوش داكشي يا ياسر؟ حيت مخليين الفلوس باش يشتروا ليهم ما ياكلوا ما يلغجوا، والجزائر يعطيه الحلق وينسى اللي خلقه. شي الوقت اللي يموت الجزائري بالجوع غادي يخرج الزنقه. وهما ديك القضيه دابا اللي عارفينها. حنا ما غاديش نجيبوا ما نجيبوش داكشي الكماليات بحال البنوات بحال هذا، ولكن كنستوردوا ليهم، عطيناهم رشوه اجتماعيه، كنجيبوا ليهم ما يحلوشوا ما ياكلوا، وعندهم داك الاحتياطي اللي باقي ديال 6 شهور باش يشريو الماكله ويشريو ليهم ما. الوقت اللي ما غادي توقف ليهم ماكله ما تبقاوش عندك ديك الساعه الفلوس حتى باش تستورد الطحين والبطاطا وهذا. فهمتيني؟ في ديك الحاله شي واش يبقى الجزائري بالجوع اللي يقدر يخرج. اما ما حدو كياكل الكارانتيكا كاين الصباح يدير الصفه الحليب. مدريسي كاع ما تخاف من مدريسي كاع ما تخاف. فهمتيني ولا؟ تنظن منطابقه مع المقوله ديال ابن خلدون، لان ابن خلدون قال لك الشعوب المقهوره تسوء اخلاقها ويسهل حكمها. قال لك حتى يصبح الانسان المهمش الذي طال به التهميش اكرمكم الله كالبهيمه، لا يفكر الا في الاكل والشرب والغريزه. يعني حياتهم المريضه كلها حياتهم من عقل عبر شوف نعطيكم واحد القضيه. دابا هما المشكل اللي وقعت عندهم هي فرنسا فاش خرجات عطاتهم البلاد، ما عطاتهمش المود دومبلوا الكتالوج باش يخدموا البلاد. هما حياتهم كامله دوزو محكومين. تصور انت حياتك كلها حاكمين، كان عندك عندك شي دوله حاكماك، يا الاسبان يا البرتغال يا المغاربه يا السوريين يا العثمانيين يا الفرنسيين. شويه عطاوك بلاد ولكن ما عطاوكش المود دومبلوا باش تخدم. فالناس ضاغت شدوا البلاد ما عرفوا ما يديروا بها. واش ماشي لم يستطيعوا ما قدروش يبنيو دولة من 62 إلى يومنا هذا باقي ما بناوش دولة. ما عندهمش كتالوج باش يخدموا المود دومبلوا باش غادي يخدم. عطاتهم بلاد ثم الاقتصاد السياسي على ما اظن. انت عمرهم قراو الاقتصاد السياسي. شايط ليهم البياسة المارد، شايط ليهم البياسة بحال عطيتك دابا انت ماشينه رابعه، عطيتك واحد ماكينه التصميم وما عطيكش الدفتر بقى تخدم باش تركبها، ما كاينش كتالوج. اسمحوا لي يا اخوان، اسمحوا لي طول. شكرا خليك معنا. لا بالعكس راه حطيتي الموضوع في السياق. الا كنا كنهضروا على الاقتصاد وعلى تاسيس دوله ولا تكوين دوله، حنا راه في الطريق الصحيح، لان مازال كنت باغي ندخل معك في المساله ديال الاقتصاد السياسي